الابتسامة والأمل للشريحة المظلومة.
أستاذنا العزيز، سؤال. آلية التقديم بالنسبة للناس اللي مشمولين بالإعانة والعاطلين عن العمل، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شلون تكون آلية التقديم؟ الآلية بدأت هي الوزير أمر بشمول المواطنين المستحقين للإعانة الاجتماعية بشهر الرابع. نعم. من هاي السنة يعني. فالعالم يعني قدمت عن طريق الانترنت، وتقريبا قدموا بكل العراق 1,000,000 شخص. نعم. أو أكثر يعني. نعم. نعم. انشملوا. فحاليا ظهرت الأسماء المشمولين. قبل لا تظهر العفو أستاذ، اكو فد موضوع يقولون الباحث يعني يزور المستفيد، مو نعم؟ وانه بعدين من بعدها ايش راح يكون؟ هي الآلية انه مو طلعت الأسماء. نعم. فعلى ضوء العناوين عينتهم الوزارة بهذا الخصوص، فطلعوا على المواطنين وطلعوا على أوضاعهم، فالمحتاج شمل بهذا القرار. نعم. واكو ناس ما محتاجهم قد يعني ما طلعت اسمها. زين هسه احنا بمرحلة يسموها مرحلة إصدار البطاقة. إصدار البطاقة شلون راح يكون؟ إصدار البطاقة إنه مخابرة تجي من الوزارة على ضوء المواطن، أي مكالمة هاتفية أو رسالة. نعم. فيجي المواطن على المنفذ مثل أو المصرف. فعندنا مدينة الصدر احنا 3 منافذ. نعم. منفذ رياض. نعم. نوري، ومنفذ مصرف القيارة، ومنفذ الداخل شو اسمه؟ الفرج. نعم. مقابل مصرف الأندلس. من بعد إصدار البطاقة يعني شو وقت ينشمل ويستلم الراتب مالته، الراتب الشهري؟ إن شاء الله يعني على الشهر الواحد، يعني بداية الدفعة القادمة. الدفعة القادمة إن شاء الله. كم عدد تقريبا الوجبة الأولى من المستفيدين والمشمولين بالإعانة؟ تقريبا 166,000 الوجبة الأولى طلعوا، من غير النساء يعني. أكو وجبة أخرى؟ إن شاء الله عن قريب. زين هذه الوجبة الأخرى أكيد اللي يقدموا. إي طبعا. يعني وهم يبقون دائما يعني يراجع على مود يعرف اسمه، واكو بيهم نقوصات عندهم بالمستمسكات. فذولا يكملوها يلا تطلع اسمه. زين إذا واحد نفرض هسه عنده نقص بالمستمسكات، شلون يعرف؟ وأنت تعرف بعد ماكو اتصال ما عدا التليفون اللي بيناتهم أو الرسائل. بهالحالة مثل إذا تأخر كلش يراجع الدائرة الرعاية الاجتماعية، يدقون اسمه مثلا بالحاسبة ويشوف هناك، لأن نقوصات عنده جايز اسمه مثلا نقص بيه أو الرقم الهاتف مثلا مغلق أو شيء، فلازم يراجع يعني. زين من بعد هذه الوجبات والتقديم اللي هذه المرحلة اكو بعد وجبة اخرى شو تتوقع يعني من تكمل هذه الوجبات؟ يعني اكو هواي ناس ما مستفادة العفو، ناس عاطلة عن العمل وتريد تقدم يعني بالجديد عاجبه، وكان ما يعرف او ما عنده معلومة، وراح يكون مثلا عنده معلومة عن طريق هذا اللقاء، عن طريق اصدقاء، يقدر يقدم مرة ثانية؟ يعني إن شاء الله لأن جايز يفتحوها السنة الجاية. نعم. بعد بدايتها يجوز يفتحوا شمولهم جديد، لأن ما زال أموال متوفرة فتحوا يعني الشمول ذولا بالخصوص مفتوحة لهم. باقي مستمر؟ أي مستمر، بس عندك الشمول للعاطلين لا. نعم. جايز يفتحوها السنة الجاية إن شاء الله. عاطلين على العمل. نعم. يعني نبشرهم إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. ان شاء الله. احنا طبعا نشكرك استاذنا العزيز استاذ طارق، وبارك الله فيك، شكرا جزيلا لك جيت لهذا المكان يعني. اتصلوا عليها عن طريق الرسالة نصية التليفون. نعم. شنو مضمون الرسالة؟ اتصال أرجو مراجعة مكتب رياض نوري لاستلام الكيكات. نعم. بالبداية شلون كانت يعني تقديمك شلون كان؟ تقديمي على مجلس البلدي، قدمت بأنه عاطل عن العمل. البلدي مال المدينة، مدينة الصدر، عاطل العمل. طلعوا لي قبل ورا تقريبا اسبوعين. بيا تاريخ تقريبا قدمت بيا تاريخ؟ قدمت الشهر الثامن. نعم. اي. فجاني لجنة جتي للبيت سألتني كم سؤال واللي تقصد لجنة شنو يسموه الباحث؟ الباحث اي سجل معلومات. نعم. اي وقال لي هاي هي.
ورا كم يوم طبيت قبل شهر طبيت الانترنت الشهر العاشر. لقيت اسمي بالانترنت موجود، فقالوا لي هم يتصلون بيك عن طريق الرسالة. زين هذه بس تقديم، ما يعني اكو قسم يقول الا عرف الا واسطه الا علاقات؟ لا والله يعني انا قدمت بدون لا واسطة ولا شيء ويجتمع. زين وظيفا انت عندك معلومه قد هو المبلغ؟ لا والله ما اعرف، انا هسه جيتش بدون معلومة. نقول هو مبلغ بسيط يعني رمزي. اي مبلغ بسيط، بس انت احس بك يعني فرحان بهيك مبلغ. والله مو يعني حزب نفسي لان انا لا عندي راتب لا عندي شيء، فهذا يساعد للعائله. اي يساعد، اي والله يساعد. يعني تحس اكو فد امل يعني؟ ان شاء الله اكو امل ان شاء الله. اذا اكو هيك مبادرات مثلا من شغله وزاره العمل او من اي جهه من اي وزاره، من يشوف هيك حاله وانت مواطن عراقي ومن حقك يعني من حقك. انا قلت للباحث قلت له انا خدمت العراق هوايه يعني، ولا عندي راتب لا عندي شيء، عندي بسطيه بالجميله، فمن حقي يعني انا شفت تجار وش اسمه هاي خير من الله عندهم هم ياخذون من هيك شغلات، فقلت من شلون تقول من حقي بانه العراق ينطيني شيء. اتمنى لك كل الخير ان شاء الله تستلم. وانت اليوم وصلت الى مرحله اصدار البطاقه ان شاء الله. اصدار بطاقه، وان شاء الله بالوجبه الثانيه اللي راح تقصد راح تصير بشهر الواحد راح تقبض ان شاء الله، لان حسب معلومات الوزير ووزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. اسمك؟ المواطن كامل نعيم عباس. نحب نسالك شلون كان آلية التقديم؟ عن طريق الانترنت. قدمت مستمسكاتي. نعم. ما عندي لا راتب ولا هاي. نعم. رحت زين قدمت مستمسكاتك بعدين صار ببراءة؟ والله اعطوني رحت مال مجلس بلدي الرقامية. اعطوني قصقوصة صغيرة ورقة تاريخ بها. قالوا يجيك الباحث الاجتماعي للبيت. من بعدها جاك الباحث؟ اجاني شاف وضعيتي ما عندي شيء. يعني من جاك الباحث شنو سأله؟ اي سألني عندك راتب عندك هاي؟ قلت له ما عندك. ايش ما عندي؟ انت ما عندك راتب؟ لا ما عندك. ايش ما عندي؟ نعم. قلت له مواطن من حقه ان اي ناخذ حصة نفس. اي اكيد حقك لازم. ليش فرح؟ والله فرح جهالي واطفالي هي من حقه هذا راتب. للجهال فرحه. فرحة للجهال. ايه يمكن انت تحس هذا مستقبل واحد شو يسوي. مستقبل. ايه يجيك وارد. مبلغ بسيط. نعم. عانينا من عن ما ذاك الزمن ما عندنا وهسه ما. ان شاء الله تستلم. انت اليوم انت جاينا راح شنو اتصلوا بيك؟ لو دزوك رسالة؟ رسالة عن طريق الموبايل. البارحة العصر جتني. ايش كاتبين بالرسالة؟ قال راجع مكتب رياض نوري. نعم. مع المستمسكات بالأربعة جناس الجميع لأفراد العائلة. اصدار بطاقة عندك، تصدر بطاقة ذكية. سجلت قلب شوية تاخذ بطاقة ذكية. تستلم بطاقة ذكية. إن شاء الله إن شاء الله. ان شاء الله من بعدها ناخذ راتب إن شاء الله. تستلم راتب على الوجبة الثانية. إن شاء الله إن شاء الله. نعم. نعم. احس بيك فرحان يعني. لان اكو فد امل تحس. إن شاء الله إن شاء الله الأطفال. نعم تحس الله شكرا من عندك. الله يعافيك. يسلمك. ممكن نتعرف باسمك؟ اهلا وسهلا اغاتي صفاء عبد الحسين انا. نعم. والله زين انت اليوم جاينا شنو يعني؟ والله على مود الراتب مال الله يجزيه خير. زين نتامل الخير ان شاء زين الله. انت اليوم جاي شنو اصدار بطاقة؟ ان شاء الله. اي يصدرون بطاقة ذكية. بطاقه ذكيه ان شاء الله. شنو ايش قالوا لك؟ ايش رايدين منك؟ شلون جيت هنا؟ والله دزولي على الموبايل مالتي رساله. نعم. قالوا يم رياض الساعدي. نعم. اي قالوا تجي يمي في مدينه الصدر قطاع 63. نعم. مجاور المصرف الرافدين. غرف مصرف رافدين مو؟ قربه. اي بس شوف احس بيك يعني فرحان. ان شاء الله. اي والله نتامل يعني. شنو السبب؟ ليش فرحان؟ لان ما قاعدين يعني عطاله بطاله. نعم. لا شغل وش يطلع من الدوله هم من عمل الله. نتامل الخير ان شاء الله. اشوف اكو فد مبادره حلوه يعني. ان شاء الله. حلوه من يباعون مثلا لهذا الناس الفقير. اي والما عنده يعني المن يتوجه للوجوه الطيبه. اي والله. يعني تحس نتامل ان شاء الله. نتامل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. اذا حاله ويلتفتون
للمواطنين اللي عارض العمل اللي ما عنده راتب. نتأمل الخير ان شاء الله، نتأمل الخير ان شاء الله. ونكيف يعني كل اي واحد يعني شاب ما متزوج اللي عنده عائله يصح له يعني فرصه عمل يعني او وظيفه مهنه. لله وشكر. انت من بعد اصدار البطاقه تستلم راتب؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تستلم راتب ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله أنت نتأمل وعائلتك الخير ان شاء الله، وتتمنى نتأمل كل الخير يا ربي. اللهم يحفظكم ان شاء الله ويحفظ العراق، ونشكركم على قناتكم الموقره. شكرا. اي والله، وعلى هاي المساهمه من وجوهكم الطيبه. اي والله شكرا جزيلا. هذا الموقف الزاهد يعني المبارك للمواطنين الفقراء احنا يعني. شكرا لك اخي، بارك الله فيك، ان شاء الله تستلم. احنا نلتقي بالاخ المواطن اليوم عندك انت اصدار بطاقه، يعني تستلم بطاقه ذكيه لاستلام الراتب. بنفس الوقت لمن تشكر؟ اشكر جميع من ساهم بهذا الامر، والوزير وجميع العالم ساهموا بهالامور الفقره تعبانه ما عاد راتب. انت يعني فرحان؟ طبعا فرحان. فرحان ليش؟ طبعا ما بصير راتب من ذاك اليوم لليوم. من لا عندنا وظيفه ولا عندي شغل، كنت اشتغل بالجميله بالحماله وما اقدر اشتغل تعب حتى صار عندي انزلاق من ورا الحماله. اي راتب. اسمك العفو؟ اسمي سمير. سمير شنو؟ سمير قاطع. سمير قاطع. نتمنى ان شاء الله تستلم الراتب وتفرح انت والعائله مالتك. الله يخليك. واتمنى لك كل الخير. الله على والديك. حبيبي. الله يخليك. نشكر قناتكم الموقره. شكرا جزيلا. الله يسلمك. الله يخليك.